يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم ورد، صباحكم هنا، صباحكم سعد، صباحكم رزق، صباحكم رضا من الله عز وجل. احنا دلوقتي الساعه 4 الفجر. الساعه دلوقتي 4 الفجر وهو عايز ياكل، عايز رز بلبن. ماشي، هو اللي طلبه بنفسه عشان شاف سته عامله رز بلبن وكان طعمه بصراحه جميل، فهو قال انا عايز تاني، يعني عايز منه تاني. فطبعا انا لسه ما عملتش، انا لسه هعمل معاكم رز بلبن. بصوا معايا كوبايه رز. ماشي، كوبايه رز واحده اهي، كوبايه واحده. هغسلها غسله واحده بس، يعني مش عايزاه ينزل النشا بتاعته قوي. هغسلهم وارجع لكم على طول. بصوا انا غسلته وحطيت حوالي كوبايتين ميه زي دي، كوبايتين، يعني انا هسلقه في كوبايتين ميه زي دي، يعني كوبايه رز بنفس الكوبايه اللي فيها الرز كوبايتين ميه. ارفعه بقى على النار وابتدي اقلب تقليب بسيط، وتبقى النار هاديه عشان ما يلسعش من تحت، بحيث ان انا عايزه الرزايه نفسها تتسلق تستوي. ماشي، مش في الحليب، في الميه. يلا بينا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا انا حطيت يعني كوبايتين بس ميه. هسيبه بقى اللي هو الرزايه نفسها تستوي. ماشي، هغطي عليه دلوقتي وزي ما انا قلت لكم على نار هاديه. ما يلزقش وفي نفس الوقت الرزايه تستوي. المهم معايا بقى نص كوبايه ميه لبن كده. انا كنت جايبه على الكوبايه رز كيلو لبن، غليته. في ناس بتحب تحطه مش مغلي، انا غليته. وحطيت دلوقتي هنا نص كوبايه ميه او نص مج زي ما انتوا شايفين، عليهم نص كيس نشا، يعني بمعنى اصح معلقه كبيره نشا. تمام، مش عايزه احط نشا كتير عشان انا مش عايزه اعمل مهلبيه. انا عايزه بس يا دوبك الرز بلبن يعقد معايا بس، مش عايزه اللي هو يبقى مهلبيه يعني تقيله. بس كده. اول ما الرزايه استوت، انا بمنتج لكم الفيديو على فكره تاني يوم، لسه صاحيه من النوم، يعني حاسه ان انا اساسا حاسه ان انا لسه نايمه. حطيت كيلو لبن على كوبايه الرز اللي انتوا شايفينها، وحطيت معاها 4 اكياس فانيليا زي كده. وهسيب اللبن والرز برضو ياخدوا كده قلبه كده مع بعضيهم، بحيث برضو الرزايه تتشرب من اللبن. هي كده كده اصلا مسلوقه. وانا طبعا سبت على جنب اللي هو النشا، معلقه كبيره نشا على نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن. انا حطيت ميه. تمام، بصوا حبه قد ايه، كميه بسيطه خالص. يعني عايزه اقول لكم ده حوالي. جهزت الاطباق بتاعتي، اطباق الرز بلبن دي والاطباق دي، عشان انا كده خلصت. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب حاجه بس احط عليها اجيب حاجه احط عليها الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه رز بلبن، بسم الله، في الورق يا ولد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا يا لولو، يلا حبيبي، اهو يلا. بص زي ما انتوا شايفين كده، رحيم واقف على راسي، كل ما اقول له ثواني حاضر، طب لسه على النار، طب مستعجل طبعا، عايز رز بلبن، لان هو اللي طلبه بنفسه والله. بيقول عليه منن على الرز بلبن. لسه صغنن اهو عليه. ده اسمه ايه يا رحيم؟ منن. اسمه منن. طب حلو، طعمه حلو الرز بلبن. قول تحفه. تفحة، بصوا تفحة. بصراحة كان شكله جميل وكان طعمه احلى والله العظيم. حطيته بقى في الكوبايات اللي عندي، في الاطباق اللي عندي. بصوا شايفين انا نايمة اصلا. بقول على الكوبايات كاسات وعلى الكاسات طبقة والدنيا خربانة. المهم والله عايزة اقولكم كوباية الرز عملت معايا كمية حلوة جدا. يعني عملت حوالي من الاطباق الصغننة دي، عملت حوالي 12 طبق. 12، لان انا عندي كل طقم 6. منن جميل.
عملت 6 هنا و6 الاطباق التانية دي، دول 6 ودول 6، والطبق الكبير اللي لسه هتشوفوه دلوقتي ده عملته ليا انا علشان خاطر انا بحب الرز بلبن قوي، وعامه انتوا عارفين انا بحب الحلويات. بس كده. خلصت بقى الكميه كلها وحطيت عليهم مكسرات. انا بحب قوي الرز بلبن يبقى ايه عليه كده مكسرات، اللي هي ايه، فستق، عين جمل. ثواني بقى يا رحيم، يا مرهان شربيه، فستق، عين جمل، مش عارفه ايه. طبعا انا مش متوفر عندي، كانت الحاجات دي موجوده عندي في رمضان. طبعا دلوقتي الحاجات دي مش متوفره عندي، فاحنا بنحط ايه، زبيب الغلابه وجوز هند الغلابه. عايزه اقول لكم الحاجات دي دلوقتي بمبالغ برضو، ولا غليت. بس كده. عندي طبعا مرهان مش بتحب المكسرات، وعندي يعني مش بتحب حاجه محطوطه فوق الرز بلبن، مش بتحب المكسرات عامه يعني. بتطلعها كده لو عامله جلاش، عامله اي حاجه، بتطلع المكسرات من اي حاجه حلوه انا عاملاها، وكمان بتاكل حاجه حلوه بالعافيه. سبحان الله. وبنتي ما بتحبش الحاجه الحلوه، انا بموت بعشق الحاجه الحلوه، ورحيم ابني زيي برضه. بصوا، ده الرز بلبن وهو سخن لسه، حتى ما اتحطش لا في التلاجة ولا حتى بصوا برد. انا قلت صور بصوا بقى، انا مستعجله، عايزه اولا اقفل الفيديو، ثانيا رحيم مستنيني. بصوا الرز بلبن، اقسم لكم بالله حكايه كانك بتقطعي كده قشطه. وبس كده. انا خلصت الفيديو، وما تنسوش طعمه عامل ايه؟ وما تنسوش عشان سخن، تشيروا الفيديو، وما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عشان عليه سخن، احنا بنحب السلام. ناكله سخن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. سعاده يا بنات، سعاده سعاده سعاده. وانتي لما يكون عيلك طالب حاجه وانتي تعملها له في البيت، والله بجد سعاده بجد. ربنا يبارك لنا في اولادنا ويحفظهم لنا. ربنا يحفظ لنا اولادنا ويبارك لنا في عمرهم، ويا رب يعيشوا ويطلبوا اللي هم عايزينه، واحنا نعمل لهم كل اللي هم عايزينه. يلا بقى، انا خلصت الفيديو والى اللقاء.